الفيديو اللي فات اتكلمنا عن العلاقات السامة، واتكلمنا ايه العلامات بتاعة العلاقات السامة دي، وكمان كان من ضمن العلامات هي الحيل النفسية أو الألاعيب النفسية اللي ممكن تتلعب عليك في العلاقات. حبيت إن أنا أتكلم أكتر عن الألاعيب النفسية دي لأن الموضوع واسع ومهم جدا، لأنه مش بس بيقتصر على فكرة العلاقة بين الراجل والست، وإنما في كل العلاقات اللي في حياتنا ممكن جدا نقابل الألاعيب النفسية دي. فمهم قوي إن احنا نكون فاهمينها عشان نقدر نتصرف كويس لو ظهرت في حياتنا. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نانسي، لايف كوتش مهتمة بالتطور الذاتي والعلاقات. لو حابين المحتوى ده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوز أكتر. يلا نبدأ نتكلم عن الحيل النفسية. طيب، أول حاجة محتاجين نتكلم عنها إيه هي المايند جيمز أو الألعاب النفسية. باختصار هي استراتيجية نفسية بتتلعب عليك لأهداف كتير قوي، من ضمنها السيطرة أو التحكم في العلاقة. سواء كان اللي قدامك قاصد أو مش قاصد يمارس عليك الألعاب النفسية دي، ففي النهاية الألعاب دي بتسيبك حاسس بالقلق والشك في نفسك والتوتر، بتسيبك مش سعيد ومتلخبط وحاسس بالشك والندم. اوكي، تعالوا نتكلم شوية عن أمثلة براكتيكال للألعاب النفسية دي. رقم 1 هي نظرية قلب الترابيزة أو البليم شيفتنج. نظرية قلب الترابيزة تقريبا أشهر واحدة من الألعاب النفسية. ببساطة يعني اللي قدامك لما يحس إن هو غلطان ويبقى رافض إنه يتحمل المسؤولية أو يعتذر أو يحاول يصلح غلطه، بيبدأ يقلب الترابيزة عليك ويحول الغلط ده إنه حصل بسببك أنت. لا بيكون عايز حد يخليه يعتذر ولا يتحمل مسؤولية الغلط أو حد ينتقده أو حد يحسسه إنه غلطان، فبيقرر إنه يقلب الترابيزة ويحملك أنت مسؤولية كل اللي حصل. أمثلة كده زي مثلا إنه 2 زملاء في الشغل، فواحد فضل يتريق على التاني وفضل يهزر معاه هزار سخيف جدا، ولما التاني بدأ يتضايق ويعبر إنه هو متضايق من الهزار ده وإنه مش متقبله، فاللي قدامه طبعا مش عايز يعتذر، مش عايز يحس إنه غلط أو يتحمل مسؤولية الموقف، فيبدأ يتهمه بقى إنه على فكرة أنت اللي نكدي، على فكرة أنت مالكش في الهزار، على فكرة أنت اللي قفشت، وهيعمل أي حاجة تبعد عنه إن هو اتكلم بطريقة ضايقت الشخص ده فعلا، لأنه رافض يعتذر ورافض يتحمل مسؤولية الخلاف، فبيقرر يقلب الترابيزة. موقف برضو زي إنه في زوج عمل حاجة غلط كبيرة جدا، وأول لما مراته عرفت وبدأت تاخد معاه أكشن أو تتناقش معاه، بدأ يتهمها أنت نكدية، أنا هسيبلك البيت وامشي، أنا مش قاعدلك في البيت. هو عمل كده مش لأن هي نكدية، هو عمل كده لأن هو رافض يعتذر، رافض يحس بالمسؤولية، ورافض يقبل النقد. رقم 2 من الألعاب النفسية اللي بتتمارس علينا هي السلكتيف listening أو السمع الانتقائي. هشرح لكم ازاي. ببساطة لما تكون انت في نقاش والنقاش داير وعامل غلط معين وحاسس وعارف انك عامل الغلط المعين ده، فبتبدأ تسمع اللي قدامك سمع انتقائي، بتنقي كلمة او مجموعة كلمات عشان تاخدها تحرفها بطريقة معينة وتغيرها بطريقة معينة، يطلع الشخص اللي قدامك انه غلطان، وتبدأ تقوله انك غلطت فيا وعملت كذا وكذا وكذا وتطلعه غلطان. بتبقى هربت من مسؤولية الاعتذار، هربت من مسؤولية انك تقول انك غلطان، وكمان بتكون ركبت الشخص اللي قدامك كل الغلط. اللعبة النفسية رقم 3 هي الجاس لايتنج. جاس لايتنج يمكن ملهاش اسم بالعربي، بس معناها هو ان الشخص اللي قدامك يقنعك انك موهوم. موقف زي ان واحدة مثلا تشوف تشات بينها وتشوف تشات بين جوزها وبين واحدة، او تشوف جوزها مع حد، او تسمع مكالمة غريبة ويبقى عندها دليل واضح ان في حاجة غلط بتحصل، لكن جوزها ممكن يرد عليها ويقول لها لا انتي موهومة، اللي انتي سمعتيه ده ما حصلش، اللي انتي شفتيه ده ما حصلش، او انا ما عملتش كده، انتي عندك اوهام، انتي بتتوهمي حاجات مش موجودة. دي فكرة الجاس لايتنج، ان يبقى انا عملت غلط وانا طول الوقت بنكر الغلط ده لدرجة ان انا شككك في نفسك وفي عينيك وفي الذاكرة بتاعتك بشكل عام. الحيلة الرابعة هي الايموشنال ابيوز. الايموشنال ابيوز بيعتمد كده على شوية حاجات، زي ان انا استغل حب الشخص ليا عشان احسسه طول الوقت بالتقصير او بالجلد، او ان هو
منقصني حاجات، او ان هو مش بيعمل كل اللي عليه، او ان انا اضغط عليه عشان يختار حاجات انا بجبره انه يختارها تحت مسمى ان انا بحبه. نظام المقايضة، هضغط عليك عشان اخليك تعمل اللي انا عايزاه تحت مسمى اني بحبك. لو اخترت الكلية دي انا مش هصرف عليك، لو اتجوزت البنت دي انا مش هدخل لك بيت. زي ان مثلا ابقى بكون بود اهلي كل يوم، ولو جيت في يوم قررت اشوف فيه صحابي، اهلي يبداوا يأنبوني ضميري ويحسسوني ان انا مقصر معاهم، ويحسسوني ان انا مش بزورهم ومش بشوفهم. او ان مثلا واحده تكون كل يوم بتعمل حاجات لبيتها ومهتمه ببيتها وجوزها جدا واولادها، ولو قررت في يوم تعمل حاجه لنفسها البيت كله يتآمر ضدها ان هي خرجت تعمل حاجه لنفسها. هما كده بيستغلوا حبها ليهم او حبهم ليها بان هم يستغلوها شعوريا، وده بيحسسك طول الوقت انك منقص الدنيا حاجة، انك مقصر في حاجة، ان انت غلطت في شيء مع انك ما غلطتش في اي حاجة وبتعمل حقوقك الطبيعية العادية جدا. ساعات بنبقى مصدقين جدا ان ده حب، بس ما بيكونش عندنا تصور احنا قد ايه بنأذي الشخص اللي احنا بنحبه بأنانيتنا دي، واني افضل ضاغط عليه طول الوقت ومحسسه بالذنب.